دايما اعطي طاقة ايجابية لكل من حولي. انا حاسس ان مفيش حد بيقبلني، مش عارف اعمل ايه عشان اخلي الناس تحبني. عايز تعرف ازاي تخلي الناس تحبك؟ خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تاني شيء أوصيك بيه، دايما أعطي طاقة إيجابية لكل من حولك. اعطي طاقة إيجابية لكل من حولك. بلاش تديله الطاقة السلبية. دايما شجع، دايما قول له تمام. ممكن توجه لو انت شايف خطأ، تقول له خد بالك بس لو كنت عملت كده كان هيبقى افضل. لكن ما تكسرش مقاديفه، مقاديفه. اديله الطاقة الإيجابية. لو واحد جنبك أصابه مكروه واشتكى ليك، دايما خلي الكلمات دي على لسانك. قول له لا تدري، لعل الله قدر لك خيرا في علم الغيب عنده خيرا مما أصابك. شايف الكلمات؟ لعل الله قدر لك خيرا في علم الغيب عنده خيرا مما أصابك. لكن ما تقولوش كلمات تحبطه، اديله طاقة إيجابية. الكلمات دي تخليه يتفائل. بيشكي لك مشكلة بينه وبين زوجته، مشكلة بينه وبين أحد أولاده، دايما وهو بيحكي لك كن مستمع جيد، والمح الجانب المشرق في القصة اللي بيحكيها لك اللي هو مش لمحه في حياته. ودايما قول له طب ما تيجي نبص من زاوية تانية، طب ما تيجي نشوف الموضوع، بلاش نبص للموضوع من الجانب المظلم، تعال نشوفه من الجانب المشرق. مش عايزين، قول له كده، قول له انت ما خدتش بالك ان في جانب مشرق عندك في القصة اللي بتحكيها؟ مش عايزك دايما تبص لنص الكوباية الفاضي، بص لنص الكوباية المليان. دايما الفت نظره للشيء المشرق او للشيء الكويس في القصه اللي بيحكيها لك، لانه هو بيحكي عنده طاقه سلبيه، هتحط له طاقه سلبيه فوق السلبيه اللي عنده، انت كده بتحطمه نفسيا. فكن كذلك. لو واحد بيشتكي لك موضوع، اديله دايما الطاقه الايجابيه. عارف لما بيعدي من المرحله او من المشكله اللي هو كان فيها، بيفتكر الكلمات بتاعتك، فده بيخليك انت تزيد عنده محبه. يا رب نكون قدرنا نفيدكم بمعلومة في الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.